بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالدعاء. اخواتنا في فلسطين شرف الأمة وفخرها، ربنا يا رب يثبتهم ضد كيان الصهيوني المحتل ويقوم من عزمتهم ويثبتهم يا رب على الحق دايما، وإن شاء الله الأرض ترجع لأصحابها في أقرب وقت ممكن. احنا امبارح طبعا نزلت حلقة أنا وصاحبي وأخويا مهندس كرم، حلقة جابت مشاهدات كتير، فجبت برضه محلل رياضي تاني من أبو طشت صاحبي وأخويا مهندس فخري. هنتكلم برضه عن آرائنا وعن المتوقع. احنا اتكلمنا سبب الهزيمة امبارح قدام الكونغو، وإن ده كان متوقع بسبب دور المجموعات. فدلوقتي هنتكلم عن مدرب منتخب مصر، لان احنا ما خدناش وقتنا في اخر الفيديو. انت قلت امبارح مهندس كرم البدايه في ان المدرب عموما، انت شايف ان المدرب الوطني هو اللي يمسك حاليا مكان مدرب اجنبي. فانت وجهه نظرك مين المدرب الاحق حاليا؟ انا شايف من وجهه نظري المدرب الاحق حاليا ان لازم يكون مدرب ليه شخصيه. ما ينفعش بقى نجيب مدرب يتحكم فيه اتحاد الكوره زي اللي احنا شفناه مع المدربين الاجانب. ومنها اكتر مش هنشوف طبعا الكلام اللي يطلع اللي هو 200,000 يورو ومش عارف كام، لا مدرب محلي معروف راتبه معروف شخصيته. ودي نقطه مهمه، خلي بالك موضوع الدولار يا هندسه، يعني الموضوع انا معاك، بس فكره المدرب المصري ما فيش، انا ما اعتقدش ان في مدرب يعني في مدرب مصري ممكن هو ما فيش مدرب ليه شخصيه يمسك المنتخب، ولا الاتحاد مش شايف مدرب لا مؤاخذه اللي هو ايه انت شايف اتاخد كده شماعه. انت شايف مدرب؟ انا شايف انه مصر ما ينفعش مدرب. يعني حسام حسن بالنسبه لك حاليا مش وقته. انت اديت له اشاره غريب، حاولت تجيب بعد الفتره اللي هي فشل فيها او مش فشل، يعني هو جاب كبش فدا بسبب كاس العالم 2018، والمعسكر اللي كان حرفيا كانك في فرح شعبي، واي حد داخل يصور مع اللعيبه مفيش روح. وجبت قررت تجيب مدرب وطني، ما جبتش حسام حسن، قررت تجيب ايهاب جلال. طب ليه في الوقت ده ما جبتش حسام حسن رغم ان هو قيمه وقامه على المستوى المصري وعلى مستوى منتخب مصر خصوصا، والهدافين التاريخيين على مستوى مصر؟ بص، انت شفت في مدرب مصري بيدرب، يعني انت ممكن تحس ان هو مثلا صاحب فكره استثنى مثلا حسن شحاته خلال الفتره اللي فاتت كلها، مثلا بما فيهم حتى حسام البدري. حسام البدري كان بيدرب الاهلي، بس حسام البدري كان بينجح عشان هو بيدرب الاهلي بره، عشان الاهلي، مش هو كمدرب او كفكر. تمام. او يعني ما فيش مين حسام حسن. حسام حسن برضه ما يعني كمدرب برضه ما شدنيش، يعني كفكر مدرب، اصل برضه التدريب مش هي نقطة برضه. حسام حسن انت ما اديتلوش الاختبار القوي اللي على اساسه هتقيمه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت حسام حسن مسك مين في مصر؟ حسام حسن مسك الزمالك، الوحيد تقريبا النادي اللي تقدر تقيم حسام حسن اساسه، وكان الكلام ده في 2010، والزمالك كان في الدور الاول اصلا، كان تقريبا بيصارع الهبوط في الوقت ده. ما جه حسام حسن هو مسك مركز ثاني. حسام حسن من وجهه نظري برضه، انت اشوف برضه وجهه نظرك ان هو ما خدش الاختبار اللي تقدر تقيمه على اساسه. بالضبط. انت في مرحله اختبر فيه حسام حسن. انا اللي اديته حسام البدري اديه حسام حسن، بس هو المشكله ان حسام حسن بالنسبه لاتحاد الكره الاثنين ما ينفعوش يتقابلوا مع بعض. انا حسام حسن انا ليا شخصيه، انا ليا اللاعب اللي هيعجبني هيأدي هاخده معايا في القائمه. ما ينفعش ان انا اخد اللاعب المحترف. صح. لا، انا اللاعب ده كويس معايا في الدوري المصري، كويس معايا بره، بتفرج عليه هجيبه هلعبه، وذاك احط الروح. ماشي هجبر على اللاعب انه يلعب. باش مهندس كرم حسام حسن برضه بعيد عن الروح والزعق والعشق. ايه برضه السي في بتاعه كتدريب عمل ايه؟ يعني اديني مثلا السي في بتاعه. انا ما بتكلمش في السي في بتاعه كبطولات، انا بتكلم على، يعني دايما انا لما هحكم على مدرب اشوف مثلا المدرب مع الامكانيات. يعني ايهاب جلال احنا شفنا بصراحه كوره كويسه مع مصر المقص. ما هي بالظبط الموسم اللي عمله مع مصر المقصه لما خد بيها المركز الثاني كان قريب جدا ياخد البطوله. ومعلش انت مثلا ما بتدربش الاهلي، انت بتدرب، ما انت لازم برضه تحكم على المدرب وامكانيات الفريق اللي هو بيدربه. هو خد مصر المقصه، عمل معاه موسم محترم. من هنا بدا ايهاب جلال الانظار تتجه لي ان هو كمدرب عنده فكر. حسام حسن تمام، انا شايفه انه هو بيلعب مش بيدرب، يعني بس ما عندوش الروح اللي هو بيدرب. مين صاحب الثلاثيه التاريخيه لمنتخب مصر؟ حسن شحاته مدرب وطني. هو عمل ايه حسن شحاته؟ لا حسن قبل البطوله، قبل ما يجي المنتخب، الراجل ده كان ماسك مقاولين عرب، ادى خد من الاهلي وخد من الزمالك كاس وسوبر. جبت حسن شحاته في الوقت مين؟ في وقت مين؟ انك حسن شحاته مش السيفيل القوي. ماشي، بس في حاجه برضه المدرب
حسن شحاته او شوقي غريب على اي حد بيدرب المنتخب، يعني المفروض يكون مثلا درب المنتخب الاولمبي، درب منتخب الشباب. هو ده اللي حصل حسن شحاته. ايوه دي خلفيه كان ماسك المنتخبات على مجال وشو غريب نفس القصه. بالظبط. ادي جربوا في المنتخب الاولمبي. مين؟ جربوا في المنتخب الاولمبي. حسام حسن. ماشي حسام حسن. انا في المنتخب الاولمبي. انا معايا نقطه. الاتحاد الحالي مش معايا نقطه في جزئيه حسام حسن، انا وجهه نظري انا برضه. حسام حسن مش متواجد حتى على مستوى منتخبات الشباب بسبب شخصيته، اللي هو راجل. شفت اللقطه اللي حصلت، هو كان تقريبا مع الاردن، الكره لما سحب البندقيه من لا ده ابراهيم تقريبا او حسام، الاثنين مع بعض، بس سحب البندقيه في وقت اشكاليه. في نفس القصه حسام حسن زي ما انت قلت ما بيجاملش. حسام حسن ممكن يجيب لك واحد في درجه ثانيه للمنتخب عادي جدا لو ان اللاعب ده يستحق. ما عندوش مجامله محمد صلاح لازم تلعبه، ما عندوش مجامله لازم العب محمد النني وما بيلعبش في ارسنال، ما عندوش المجاملات دي. وفي نفس القصه في ادارته مع اتحاد الكوره، ما عندوش انك حازم امام يقول لا لازم تجيب ده، او ايا كان المنصب اللي في اتحاد الكوره يقول انا عايز النقطه دي ومش عايز النقطه دي. فدي نقطه اشكاليه بعيدا عن ان حسام حسن سيبيه قوي ولا لا. دي نقطه اشكاليه ما خلتوش ان هو يديله السماحيه اللي تشوفه تجربه. حسام حسن هيكون المدرب القوي اللي ينجح مع المنتخب ولا لا؟ لا انا معاك، بس في حاجه او ضدك في حاجه. حسام حسن لو هو يعني عمل سي في او عمل حاجه كده مقنعه في التدريب، كان فرض نفسه، كان الجماهير اصلا طلبت بيه، كان فرض نفسه حتى على اتحاد الكوره. الجماهير طلبت بيه كتير هندسه، طلبت بيه كنوع كحاجه حماسيه، بس هو كمدرب صاحب فكر او صاحب انجازات او صاحب رؤيه مثلا مختلفه مش حسام حسن مسك، انت ممكن النقطه دي يعني بعيد عنك شويه، ان هو مسك منتخب الاردن في فتره من الفترات ووصل بيه لملحق كاس عالم. هو نعم خسر نتيجه كبيره ضد اوروجواي، ولعب فريق في تصفيات كاس العالم لفريق امريكا الجنوبيه لما وصل للملحق وخسر نتيجه كبيره ضد اوروجواي 5-0، وبعد كده تعادل 0-0. لكنه في الاول والاخر عمل مرحله كويسه مع منتخب ما كانش من الكواليتي العالي على مستوى اسيا اللي هو منتخب الاردن. فانت لو بصيت على النقطه دي فهو راجل برضه عنده سبق ان هو مسك منتخبات. فيتوريا اصلا ما مسكش منتخبات وانت جاي تجربه مع منتخب مصر. ليه اخترت فيتوريا؟ ليه ما عرفتش تجيب واحد زي هيرفي رينار المدرب اللي خد افريقيا 2013 وتقريبا 2012 مع زامبيا وكوت ديفوار؟ رغم انك برضه مش هقول لك انت من المنتخبات اللي تدفع دولار كتير. انت بتدفع، طالما بتدفع جيب امكانيات كويسه، لا اما تجيب مدرب وطني وتشوف الشباب. على سبيل المثال بعيد عن حسام حسن. حسام حسن انا من وجهه نظري هو الافضل حاليا، بس هي وجهه نظر. علي ماهر الراجل لما انت قررت تجيب حد ياخد، طبعا السي في المدرب هو عباره عن دورات تدريبيه بياخدها من بره. الراجل ده لما خد الدوره التدريبيه اللي خدها وليد الركراكي من بره، فانت قررت تجيب علي ماهر. طب ليه ما تاخدش علي ماهر مثلا؟ عايز اشوف او المدرب او على مستوى منتخب مصر عموما، عايز اشوف وجهه نظرك كهندسه كاسم. قول لي اسم لمدرب منتخب مصر وجهه نظرك في الفتره الحاليه. لا انا قلت الحلقه اللي فاتت حسام حسن عاصر على حسام حسن. تمام، وانت وجهه نظرك هندسه اسم؟ لا انا في وجهه نظري انا مدرب اجنبي، بس يكون مدرب اجنبي محترم. انت بالنسبه لك يعني حاسس ان الكوادر على مستوى المدربين الوطنيين مش افضل حاجه؟ الناس ما بتاخدش دورات تدريبيه على اكمل وجه وعباره عن سبوبه زي ممكن وجهه نظر رضا عبد العال. اي مدرب لو في مدرب شايفينه كويس انا المفروض ياخد فرصه الاول مع مثلا مدرب الشباب. صح، يبقى في تواتر على مستوى منتخبات الشباب لحد ما توصل منتخب مصر. ده وجهه نظر برضه. لكن انا وجهه نظري دلوقتي حسام حسن، قولا واحدا حسام حسن. تمام. ندخل في موضوع تاني دلوقتي، هنتكلم عن الصفقات اللي جابها النادي الاهلي. النادي الاهلي في فتره بعيدا برضه عن ان الاهلي قال الصفقات في فتره انت موجود في معسكر تدريبي منتخب مصر، ودي حاجه تؤخذ على النادي الاهلي في الوقت ده رغم انها اهلاوي، لكن انا شايفه برضه حاجه تؤخذ عليه. فانت ليه اخترت ابو جبل في حين متواجد عندك 4 حراس النادي الاهلي منهم واحد اتصاب؟ فانت عندك 3. مصطفى شوبير اللاعب اللي اجاد في نهائي افريقيا، واللي بعده حمزه علاء لاعب منتخب اولمبي، واللي بعده مصطفى محلوب لاعب واعي. ليه جبت ابو جبل اصلا؟ هو الفكره ان احنا دايما بننكر ان الاهلي 90% منتخب مصر، يعني اللي بيجرى في منتخب مصر بيجرى في النادي الاهلي، بس النادي الاهلي ليه بوادر، ليه نهايات بتنتهي عنده. لا الاتحاد المصري مفيش حد يوقفه، لا الاهلي، لا جمهور، رئيس نادي، لا انا هديني جزء من اللي انت عايزه والباقي ده بتاعي.
يعني فكره ابو جبل لا منتخب الشناوي اتصاب، لا انا لازم اعلن صفقه حالا ان ابو جبل اهلاوي، الرغم ابو جبل كم سنه؟ بالظبط. هل ابو جبل افضل من مصطفى شوبير؟ سيبك من مصطفى شوبير، هل افضل من حمزه علال هو لاعب المنتخب الاولمبي معاك؟ لا مش مهندس، لا سيبك على مصطفى شوبير. ودي ماشي نقطة- انت نقطة- عندك حارس لا الثاني. انا كنت بتكلم عن المهندس ده برضه امبارح تقريبا، بقول له انا عن رايي انا مصطفى شوبير لو خد فرصه هيعدي اصلا الشناوي. لاعب كورته كويسه قوي. هيعدي الشناوي بس لازم ياخد فرصه. يعني انا الفرصه هتيجي ازاي وانت بس بالظبط بس مصمم على لاعب مخرج. معين بس او مصمم على خبرات معينه. انا بس اللي عرفته انا ما اعرفش الخبر صح ولا، انه انا قريت ان هم اتراجعوا عن الموضوع ده. لا دي غالبا ما اظنش. لا، لا. انا بقول لك ما تطلعش من من نادي الداخليه كبير تقريبا ما اعرفش الكلام ده هل الخبر مش صح بس يعني. لو يعني الاهلي اعلنوا الصوره الرسميه. لو انا عن اداره الاهلي طبعا عملت القرار ده طبعا. لا النادي الاهلي مش نادي صغير عشان يعمل حاجه. لا غلط. غلط. هو يدير ممكن دك. هو دي النقطه اللي انا اتكلمت فيها مع مصطفى فيها امبارح برضه. مم. هو لا جاب ابو جبل عشان يبقى دكه لمصطفى شوبير، ده ممكن يعني عندك حق لو لا قدر الله صاب مصطفى ابو شوبير. جبل برضه مش هيوافق على كده. صعب يوافق على كده. برضه صعب يوافق على ممكن كده. شويه. ايوه ما دي اكبر غلطه، لانك انت كده بتفقد لاعب حرفيا، بتخلي اللاعب ده ما يبقاش عنده ثقه، ممكن يفكر اصلا ان هو يمشي. اخر فرصه لمصطفى شوبير عنده 24 سنه وانت بتلعب لاعب صغير. احنا هم ده انت عندك باريس سان جيرمان عندها لاعب بيلعب منتخب فرنسا اساسي ايمري، لاعب عنده 17 سنه 17 سنه بيلعب صوره اساسيه. بلينجهام عنده 20 سنه وافضل لاعب في العالم حاليا. احنا لحد امتى العقليه في مصر هتفضل مستوعبه ان اللاعب هيفضل صغير لحد هو عنده 26 سنه، سيبك خبرات 27 سنه. 27 سنه ده يعني انا فاكر احمد حسام ميدو تقريبا نهي الكوره عنده 29 سنه. بالظبط. العقليه ده هتخلص امتى؟ الكره هتفضل لحد امتى مجرد انها سبوبه؟ هتروح لاتجاهها الصح امتى وتمشي على نفس النمط اللي ماشي عليه منتخبات تقيله وحتى انديه تقيله. الاهلي النقطه بقى اللي اتكلمنا عليها بتاع كيروش، واتكلمنا عن مهندس كهرباء فيها برضه. كيروش وفيريرا الناس دي جم مصر قال لك لا مفيش حد يفقه كره قدم في مصر. مفيش اساسيات. الاداره او الاهلي لازم اللاعب يطلع بره ويلعب ويشوفه في الاخر عشان يرجع. لا طب ما انت لو انت كاداره انت ممكن تطلع حد من عندك هو يسبق وهيثبت نفسه طالما كل مؤهلاته وكل حاجه وحاجات كده، وهو اختبر مره واثنين واثبت جديه بصراحه. بالظبط. اثبت جديه. ده نهائي افريقيا، انت عايز تكون نهائي افريقيا. اديله فرصه كحارس مرمى شاب بيقف يعني كل امكانيات عنده تمام، وبيلعب برجله كويس وما بيتهبش يعني، وعنده شخصيه بيلعب برجل واحد وشال كورتين حلوين في نهائي افريقيا. اديله مثلا انت نص الموسم ده نص موسم مش كتير كمان، وما عندكش اختبارات تقيله تقريبا. بالظبط مش هيحصل حاجه. المشكله ان الاتحاد المصري مش مقتنع ان مصطفى شوبير المفروض يكون حارس المنتخب المصري الاول. لا لازم يلعب في ناديه، مش حارس مرمى. هي المنظومه كلها. انا معاك بس انا فاهم قصدي مهندس كرم. انت عندك نقطه هندسه حصلت من شو غريب في اولمبياد 2021 او 22 اللي فاتت ده على طول. انت ما جبتش عمر مرموش، هو لاعب كان تحت 23 سنه ساعتها، المفروض تجيب عمر مرموش. مصطفى شوبير كان فتره من الفترات كان المفروض يكون في الاولمبي وما اتاخدش مع المنتخب الاولمبي. دي بقى نقطه العيب. انا لحد امتى هجيب المدربين الوطنيين لمصالح شخصيه؟ لحد امتى هختار المدربين الوطنيين عشان ما بينه وما بينه عمار زي ما بيقولوا كده بلغتنا العاديه؟ لحد امتى مش هختار الكوادر؟ الراجل ده لا، الراجل ده يستحق يكون موجود في منتخب مصر. عشان كده النقطه اللي اتكلمت عليها في الاول حسام حسن ده مصر على النقطه دي. النقطه دي موجوده عندنا في كل حاجه. اهل الثقه مش اهل الخبره واهل الكفاءه، هي دي المشكله. عشان كده انا بقول لك مش هينجح بعيد عن يعني مش هينجح خليك في الاهلي مثلا. عشان اللي هينجح كمدرب لازم يكون مدرب اجنبي عنده الاسماء كلها واحد، ما عندوش ده مين وده مين وده ابن، لا مش كلهم برضه. لا ما بالعكس. انت عندك فيتوريا انا حسيته كده من النوع اللي هو بيسمع وهيجي نفس القصه. في نقطه حابين نتكلم عليها شخصيته. اذا اتفرجت على فيتوريا قبل كان 2023 واتفرجت عليه في كان 2023 صح. قبل كان 2023 ليه خطه، ليه فكر، ليه طابع انا ماشي عليه، ليه لعيب. بعد كان 23 والقاعده طبعا اللي حصلت في المدينه الرياضيه خش في السياسه. جيبي ما هو غير ايه؟ اداء. بس دي في الشخصيه مش كلهم كويسين. 90% اللي هيجيك مصر كده. ها؟ 90% من الاجانب اللي هتجيك مصر كده. ليه؟
دي مشكله فين؟ انا دي عندي مشكله جاي احتراف بالظبط. منظومة. الاداره نفسها بتختار، ونشتغل احنا بس في مصر هنجيب واحد نقدر نتعامل معاه. ايوه ما هي المشكله الاداره اللي بتختار هي اللي بتحط معاه شروط يبقى المشكله عندك انت مش عندهم. ما هو اللي بنحكي في ده. المشكله عندك هي عندك انت، اختيارك. عندك انت، لانك انت لو عندك مثلا فيها مثلا عقاب وفي ناس بتحاسب ناس، تعال انت راجل جبت في الدكتور ده بتديله مثلا 200,000 يورو واحنا في ازمه يعني والدنيا صعبه، جبته يعني المفروض الناس تتحاسب، الناس اللي عملت كده جبته ازاي ومثلا وعمل على أي ايه أساس؟ وانت وعلى اي اساس انت مثلا على اي اساس انت عملت كده. طالما انت حطيت معايير، انت خلي بالك انت حطيت معايير في الاول. انا ما بجيبش مدربين وطنيين عشان ما فيش تدرج على مستوى المنتخبات، صح كده؟ ما بجيبش سيره الانديه. طب على اي اساس وعلى اي معيار، رغم ان معيارك صح 100%، على اي معيار جبت فيتوريا وما ضربش اي منتخب وطني قبل كده؟ ضرب النصر السعودي ماشي، يعني الطريقه التدريبيه بتاعت المدربين والمعسكرات اللي بتحصل غير الانديه نهائي. باشا تسال الناس اللي اختارت، العين بتفرق. الناس اللي اختارت في الاتحاد الكورة المفروض تتسال اصلا. انت المفروض يكون فيها حاله للناس دلوقتي، قال لكل وهو نفسه اتحاد الكورة اللي اختار او اتحاد الكورة نفسه، هم ناس عندهم يعني مثلا عندهم احساس، كانوا قدموا استقالتهم بعد اللي حصل. وانا متوقع الكلام ده، لان في مصر عموما في اي حال من الاحوال اي المشكله اخفاق بيحصل لازم يكون في كبش فيه. المشكله مش في استقرار، المشكله الناس دي لازم تتحاسب. الناس دي لازم تتحاسب عشان تبقى عبره لاي حد يجي بعديه. انا اقدم استقالتي، هاجي رئيس اتحاد واتحاد كله يلبس، هاخد اللي انا عايزه، سببتي هقدم استقالتي. انت في نقطه بسيطه عايز اقول لك عليها. انت شفت تيشيرتات المنتخب المصري؟ ابراهيم فايق كلام عليها. ايوه شفت تيشيرتات؟ قال لك التيشيرت الوحيده اللي بتلزق على اللعيبه بعد 10 دقائق اقل والله من 10 دقايق كمان. شفت زيزو كل شويه كده اللاعب كل شويه يا سيدي ماشي، انا مش إيه ده؟ معترض، انا مش معترض. ده دليل كبير ان لو انت من باب الخامة بتاعت ايه السبب؟ لو انت من باب مثلا قله الامكانيات مثلا، لا وده غريبه. ما سبوبه. انت ما هتدفع انت ملايين تدفع بطولات على مدرب في الاخر ما بيحصلش معاك حاجه. يعني وخلي بالك افضل 5 في منتخبات افريقيا متعاقدين مع في الشركه. نقطه مهمه بس، دي نقطه برضه يعتبر اهدار المال العام من وجهه نظري. انك ما تجيب مدرب اجنبي، وليه طبعا اي مدرب اي عقد بيبقى ليه مده معينه، ولو كسرت العقد في قبل المده فيها شرط جزائي. تمام. طب لو ما حصلش بينه وبينك ودي زي لما بيحصل دلوقتي مع فيتوريا، وحصل يعني مشيت فيتوريا علشان من الاخر انا محتاج كبش فينا في الوقت ده، ومحتاج الراي العام يهدى شويه، فهجيب حسام حسن عشان هدي الموجه برده، وممكن اخليه كبش فينا برده زي ايهاب جلال لما حصل. مش شرط ان حسام حسن ينجح، ممكن حسام حسن يفشل زي ايهاب جلال. فتجيبه، او مش ايهاب جلال فشل، هو عشان برضه ما ظلموش، هو كان كبش فيه. فاجيب امشي فيتوريا وعلى اساسه اكسر الشرط الجزائي، ما مشيش معاك ودي اديك الشرط الجزائي، ومحدش يعرف الخبر ده، وهتمشي عادي. في وسط دلوقتي احنا دلوقتي الموضوع بالنسبه لنا راي عام، علشان احنا لسه طالعين وزعلانين من البطوله. بعد شهر وشهرين كله هينسى فيتوريا، تلاقي مره واحده حسام حسن هو اللي طالع، الشرط الجزائي اتكسر، دفعت فلوس، اهدار ملعب. الكلام ده لحد امتى؟ مين بيحاسب اتحاد الكوره؟ ما انا عايز اسال سؤال، مين بيحاسب اتحاد الكوره على اللي بيحصل؟ المفروض في الوزارات، في وزاره شباب ورياضه الكلام ده بيحصل. فين وزير الشباب والرياضه من اللي بيحصل؟ ما هو ده النقطه اللي بقولها، لابد من حساب. مين؟ لا ما مين بقى؟ مين ده؟ هذه المشكله. وزير الرياضه بيعمل ايه؟ وزير الرياضه بيعمل ايه؟ مش عارف. الناس المسؤولين اصلا في المجلس الشعب من اللي بيحصل ده، المفروض اصلا في استجواب لوزير الرياضه. لو احنا الناس مثلا كدوله عايزه تعمل اداره مؤسسات، انت بتشوف اداره المؤسسات فيه بالظبط. تعالى يا عم في كلام عن الملعب. تعالى انت ايه وخلي اللي بيحصل بالك عندك ده؟ في حين ما ننساش نقطه ان الدوله دعمت المنتخب بقدر الامكان. لو لاحظت ان هم ودوهم في مدينه رياضيه جديده. ما هو كله ده الماتش اللي حصل في اتفضل يا باشا، مدينه رئيس جمهوريه ده ما يشيل جالك التدريبات وجاي يديك الدفع المعنوي. انت عايز ايه؟ من اصغر واحد في الدوله لرئيسه هو بيدعمك، انت عايز دعم ايه؟ دايما بحس كده لما بيحصل قبل البطوله الشوك كتير، وانك بيبقى فيه اعلانات واللعيبه مش مركزه، والموضوع بتاع اورا ده اللي بيحصل ما بين في وسط البطوله، وتجيب لاعب وتتكلم معاه عمر مرموش وسط البطوله، بيطلع معظم اللعيبه عن تركيزها على البطوله. لو بصيت على 2006 2008 2010 حسن شحاته كان بيعمل حزم في اللعيبه. ابراهيم سعيد مش عاجبه الوضع، حصل مشكله في المعسكرات دي اللي ما بين الصدور ده بيفرق، خلي بالك هي اللي بتسبب البطولات. حسن شحاته لما حس فيه من ابراهيم سعيد اللاعب ده لا بيهزر، حسام ميدو رغم ان هو كان افضل لاعب في المنتخب وقتها ومحترف في توتنهام 2006 قصه، وما كانش عندك لاعب وصل للدرجه دي على مستوى مصر عموما. ما عجبوش تبديل اللاعب ده، مش هيجي اصلا النهائي، مش هيلعب الناس.
كان وقتها تقريبا زاهر اللي هو كان رئيس اتحاد الكوره حاول يتدخل ومش عارف ايه ومعلش يا معلم حسن والكلام ده رفض. الراجل عنده شخصيه، لا انا اهم حاجه عندي ان المعسكر يكون تمام وان الروح تكون كويسه، على اساس دلوقتي انا بدي ثواب وادي عقاب. ماشي، طب وايه اللي مانع الكلام ده؟ ما هو الكلام ده موجود في كل مكان، موجود ما عدا للاسف منتخب مصر. هو انت المنظومه هو اللعيبه دي اللي انت شايفها حاليا لما هي بتحترف ايا كان زي محمد صلاح، حد يا بتلتزم وما بتلتزمش مع السلامه، ما حدش بيستناك. يعني هنا هو هنا ممكن يدلع، هنا ممكن يدلعه شويه اصله اسمه. هنتكلم بقى الفيديو جاي ان شاء الله كده، هنتكلم برضه عن موضوع محمد صلاح بالذات لان في خد شبكه كتير. بس انا بصوره بس عايز فيديو لوحده خالص بصراحه، عايز فيديو لوحده. اشكر طبعا اخواتي واصحابي المتواجدين معانا ان شاء الله النهارده في الفيديو ده، وان شاء الله في لقاء تاني ان شاء الله. السلام عليكم.